بعدما تكلمنا وانتهينا من موضوع هل الكلب طاهر أم نجس، هنتكلم عن حكم امتلاك الكلب وتربيته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان مثل جبل أحد إلا كلب صيد أو مشية. هنا يتضح لنا أن الحكم الشرعي لامتلاك الكلب هو حكم متغير بحسب المنفعة اللي تعود من امتلاك الكلب. لو فرضنا جدلا ان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبنون المنازل متعددة الادوار والطوابق، فنجد مثلا هذا البيت 5 ادوار، ثم لامر ما انهار هذا المبنى واصبح كومة من التراب، واعتقد الجميع ان كل من في البيت قد ماتوا، ثم جاء كلبا ينبش في التراب وهو ينبح بشدة، واكتشف الرسول صلى الله عليه وسلم ان الكلب يدرك انه يوجد احياء تحت الانقاض. تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضيف في حديثه هذه الفائدة أيضا؟ ولو فرضنا أن المسلمين في غزواتهم كان أعداؤهم يستعملون المتفجرات، وسيرسل الكفار قافلة تبدو أنها قافلة تجارية تحمل معها تجارة معينة مباحة، ولكنهم يخفون داخل صناديق تجارتهم المتفجرات التي سيطوقون بها بيوت المسلمين ومسجد الرسول ثم داخل المدينة، واكتشف الرسول من نباح الكلاب على أغراض القافلة وعلى الصناديق المقفلة أن بها شيئا مريبا. ماذا كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه بعد تنبيه الكلاب للمسلمين لهذا الأمر؟ كل هذا الكلام المراد به إن المنافع التي يمكن أن تعود على المسلمين من وجود الكلاب وتدريبها على مساعدة المسلمين على حفظ الأمن والأمان وغيرها من الأمور هي كلها أمور شرعية ومباحة ولها أثر إيجابي. أما عن عدم دخول الملائكة للبيت الذي به كلب، فإن العلماء أفتوا بدخول الملائكة للبيت الذي به الكلب الموجود بحسب الرخصة الشرعية، أي الموجود لمنفعة شرعية وله فائدة. ومن الأفضل أن يكون للكلب بيتا خاصا خارج المنزل في حديقة البيت مثلا، أو على السطح، أو في البلكونة، أو غرفة خاصة به. أعود وأكرر: لا أحلل حراما ولا أحرم حلال، والكلاب كانت تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرسول ينهرها أو يمنع دخولها، وهذا مسجد رسول الله، فكيف يصلي في مسجد به كلب يمنع دخول الملائكة؟ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم امتلاك الكلب هو حكم يقبل القياس عليه من حيث المنافع، فكل منفعة شرعية مقبولة إن شاء الله. أي أمر مباح شرعا وأي فائدة شرعية تنتج عن تربية الكلب تجعل وجوده مباحا إن شاء الله. بعد أن انتهيت من هذا الأمر فأرجو من الله أن أكون قد وفقت بفضل من الله، وأما إذا أخطأت فمني ومن الشيطان، أعاذني الله وإياكم.